السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كتمتعوا في احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. وعويشتكم مبروكه، توفر عليكم بالصحه وطول العمر، وربي يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله. اليوم جيتكم بطريقه سهله مهله باش تحمري او تحمصي الدقيق ديالك اللي غديري به السفوف دون تعب وما راه يعذبكش، يعني وكيجي رائع. يعني التلبن ديالو زوين بزاف علاش ما تيتحرقش، وهي طريقه الكوكوط. انا خلاص هنايا غادي نصاوب كيلو ديال الفينو، ومن بعد غنحمر عليهم كيلو ديال الدقيق الابيض. غتشوفوا معايا الطريقه راه تعجبكم ان شاء الله بزاف. ما نطولش عليكم ونقول لكم فرجه ممتعه. خويت الطحين الفينو بطبيعه الحال في الكوكوط، وغنبقى نحرك هكذا مره نحرك. هو واخا يتكور لكم راه ماشي مشكل، فاش ياخذ داك اللون الاحمر يتحمر، راه من بعد فاش غنغربلوه في الغربال غادي يتحيد حتى داك التكوار. انا فضلت ندير واحد الكيلو ديال الفينو وعاد نخلط بشويه ديال الدقيق الابيض. هذه هي الطريقه ديال التحمار ديال الطحين. ما تغفلوش عليه، يعني تبقاو تحركوه بهذه الطريقه من التحت الى الفوق باش ما يتحرقش. صافي نستمر هكا حتى ياخذ داك اللون البني او الذهبي، عاد غادي نحيدو فوق النار مهيله كيف ما كتعرفوا باش ما يتحرقش. صافي مره كي قلت لكم بهذا يعني الشكل كنبقى نحرك من التحتاني كله، كنقلبو الى الفوق وهكذا حتى باش ما يحاولش يلصق ليا او يتحرق. صافي هذه هي الطريقه، كنخليه شويه ومره كنحركو. وواحد القضيه اللي لاحظت انني الا غفلت عليه شويه كيبقى بحال كيتكور، ويني اون فوا نبقى نحركو مزيان ما كتبقى لا تكوار لا حتى حاجه، يعني كتطلق. انا ضروري في السفوف ديالي كندير كيلو ديال الزرع وكيلو ديال الدقيق الابيض. كون جات عليا انا راه ندير غير الفينو غير الزرع. ايوا ساعه مالي الدار ما كيبغيوش كلشي يكون حرش، كنكتفي كنقسم الصبر على جوج، كندير كيلو ديال الفينو وكيلو ديال الدقيق الابيض. كما شفتوا كيبدا يتغير له داك اللون ديالو الاصفر، كيولي غادي مائل للسمره. باقي نبقى نحركو مره حتى ان شاء الله غيتحمر ليا هاد الطحين ديالي. واحد القضيه البنات، يعني فاش تكونوا في الكوزينه الصباح من الاحسن باش ديروا هاد العمليه نتاع تحمروا يعني الطحين ديالكم ديال السفوف. علاش؟ كيكون الواحد كاين في الكوزينه، ماشي حتى يمشي يرتاح ولا يجلس عاد يفكر يحمر الطحين. انا كيعجبني نقضي كلشي في دقه واحده، مثلا في الكوزينه ما حدي في الكوزينه يدي في الطياب ويدي، يعني كنحمر عاوتاني كنحمر مقابل هاد الطحينه ديالي باش ما كيجينيش من بعد كلشي صعيب. ها نتوما شفتوا كي كيبدا تطلق، ما كيبقاش داك التكوار، غير اون فوا كتضغطي عليه هكذا ما كيبقاش داك التكوار. نستمر انا حتى يتحمر لي مزيان هاد الزرع ديالي، عاد نطفي عليه باش نحمر داك الكيلو الاخر ديال الدقيق الابيض. والزرع ديالي هو تحمر دابا 100% كما كتشوفوا، ولا اسمر. وإلا لاحظتوا معايا ما كاين حتى كره فيه نهائيا، ما كيتكور ما والو الا درتوا له هاد الطريقه اللي قلت لكم. يعني تبداو التحريك مره باش ما كيلصقش وما يكونش ديك الكحوله. صافي دابا انا تهنيت من هذا ديال ديال الفينو. عاوتاني عاد الرد يعني واحد الكيلو ديال الدقيق الابيض. هذه هي الطريقه المعتمده، يعني سواء كان الدقيق الفينو زراع او الدقيق الابيض، هذه هي الطريقه في الكوكوط. كيجي رائع وما كيتحرقش، وايضا ما كيعذبش، ما كياخذش شي وقت كتير ولا كبير. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها. والان وبنفس الطريقه رديت عاوتاني الدقيق الابيض، عندي هنا واحد الكيلو، رديته على نار مهيله شويه، وكنبقى نحرك هاد الكويرات. راه من بعد التحريك ما كتبقى حتى كره. هذه الطريقه يعني سهله وبسيطه، وكيجي الطحين بها دابا تشوفوا يعني واحد اللون اللي كياخذوا في الاخير ذهبي غزال. راه اصلا يلا رديتو شويه ولا كيتغير اللون ديالو كما كتشوفوا.
صافي غادي نخليه هكا مردود، ومره مره نحركو، ما نغفلش عليه. يعني خصك كي قلت لكم فاش كنت كنحمر الدقيق الفينو يعني الزرع، قلت لكم خص ما يتغفلش عليه. يعني اصلا خص الواحد يكون في الكوزينه كيقضي باش يعني منها كيقضي منها كيقابل الطحين ديالو. صافي غنستمر انا هكذا حتى ان شاء الله يتحمر باش نوريكم كي ولا في الاخير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، ويعني تعتمدوا هذه الطريقه باش تحمروا الطحينه ديالكم. راه كتجي سهله بلا الفران يعني خصكي ما تغفليش عليه. شويه كتكون صعيبه القضيه، وداك تحرك الفران كيتحرقوا اليدين، هكذا كيجي سهل. جربوها وتردوا عليا اخبار التعليق ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجيم وبارطاجيو، تابوناو معايا. مرحبا بالناس الجدادين اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم. وفعلوا الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. مستمره انا هكا في التحراك حتى ان شاء الله يتحمر باش نوريكم النهايه كي كيولي اللون اللي كياخذ هذا الطحين. وكما كتشوفوه هو بدا كيتبدل اللون، يعني خصك تحضريه ودابا معاه مزيان. خصكم دابا ما توقفوش على التحريك المستمر باش ما يتحرقش. هو بدا كيتبدل اللون كاع يعني فوق الذهبي. باقا نزيدو يعني شويه حتى يتحمر مزيان ذهبي وما يكونش طبيعه الحال معاه الحراق. صافي الطريقه اللي تبقاو ديروا دابا يلاه التحريك. شوفوا هانتوما الا غفلتو غير شويه كتلقاو شي بليصات هانتوما بداو كيتحمروا. صافي هذه الطريقه المعتمده حتى يتحمر ليا هاد الطحين مزيان. وهانتوما كي كتشوفوا دابا صافي يعني تحمر ليا الطحين ديالي وحتى حراق ما فيه نهائيا. اما الا بانت لكم شي كويره ولا هذه راه من بعد فاش غادي نغربلوه ما غتبقى حتى شي حاجه. هانتوما محمر ذهبي زوين كاع بزاف، ويعني ما غاديش يعذبكم لان هاد الكوكوط كتساعد باش تحمر الطحين بلا ما يتحرق. ماشي بحال يعني فاش كديروه في الفران وداكشي كاين داك لو ريسك باش ممكن يتحرق عفوا. صافي هانتوما دابا صافي غنخليه تيبرد وغادي نغربلو ونديرو في السطيله. انا هذا هو الشغل ديالي، يعني كنبقى السفوف ما كنجيش نخدمها في دقه واحده. يعني كنحمر الطحين نغربلوه نديرو في واحد السطيل خاص بالسفوف. عاوتاني ديك يعني المقادير ديال السفوف كامله اللي كيتغسل اللي كيتنقى تيتنقى ويتطحن، ونبقى كل ساعه كنرمي في داك السطل دوك المقادير حتى كنساليهم كاملين. هكذا ما كنحش بداك العيا ديال السفوف ولا كيتعرم عليا الشغل. هكا كندير نتمنى ان شاء الله تبعوا نتوما الطريقه ديالي وتعجبكم ان شاء الله. والدقيق ديالي كما كتشوفوا شوفوه كيخضع داك اللون الذهبي بلا ما يتحرق بلا ما ياخذ داك اللون الاسمر مغلوق. لان الا تحرق كيولي كيعطي واحد الطيبه في السفوف خايبه بزاف. لذلك قلت لكم تبقاو يعني تحركوه بزاف فاش كتكونوا في المطبخ. واحسن وقيته باش يحمر بنادم الطحينه ديالو هي فاش يكون كيقضي الشغل ديالو في الكوزينه، باش منها كيقضي شغالو ومنها كيحرك. شوف البنات كي ولا خدا داك اللون الذهبي اللي هو زوين. دابا صافي ما بقى ليا. هاد الطريقه راه يعني كتمشي حتى على الدقيق الاصفر، اي يعني الفينو الزرع. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يخلطوا في الصفوف ديالهم ما بين الزرع والدقيق الابيض، حتى انا راه نفس الطريقه غندير في الصفوف ديالي ان شاء الله. دابا صافي ما بقى ليا الا نغربلو. وها الطحينه ديالي وجدات نتاع السفوف. والطحين ديالي كما تشوفوا اللي كما كتشوفوا اللي حمرت شوفوا من بعد ما يعني غربلته. شوفوا كي كيولي ناعم. راه خلطت هذا يعني بالزرع
والطحين اللي قلت لكم غادي ندير، يعني كياخذوا بجوج نفس اللون. هذا اللون يعني العسلي او الذهبي راه هكا كيكون يعني اللون ديالو النهائي، ما تزيدوش عليه اكثر باش ما كيطلقش واحد الطعم خايب في السفوف. نتمنى ان شاء الله الطريقه ديالي تعجبكم وتجربوها وتنال الاعجاب ديالكم طبعا، وكنتظر التعاليق ديالكم. والناس الجداد مرحبا بكم في قناتي، فهناكم ما يفيدكم. والان جات الوقت باش نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو لاحق ان شاء الله. نقول لكم دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.